السياسيين الصحراويين مخيم تيزيني آسا. نرحب بالأخ الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بن عبد الله. كما نتأسف ونتألم على تلك الخطوة المشينة التي صدرت صباح هذا اليوم، ونتمنى أن يفتح تحقيق حتى لا يرفق تهما جزافا كما وقع لهؤلاء يفتح تحقيق مفصل وشامل. وعندما أقول تحقيق مفصل وشامل فإننا نتألم لما وقع للمعتقل السياسيين أحداث مخيم تيزيني وإنهم كانوا ضحية. وبالتالي كما أننا نحمل المسؤولية للسلطات المحلية، فصباح هذا اليوم مرت بعض الكلام على أن ما وقع صباح هذا اليوم وقع في القاعة، وبالتالي فما وقع خارج القاعة حتى لا تتحمل المسؤولية للساكنة، لأن ساكنة هذه المدينة لا تتحمل المزيد. كفانا. إذا ما وقع اليوم وقع خارج القاعة، لأن هناك تقارير رفعت من بعض الأجهزة الأمنية على أن ما وقع داخل القاعة، وهذا خطأ. اللهم إن هذا منكر نستنكر. إذا من هنا نرى على أن الأجهزة الأمنية متواطئة فيما وقع للإخوة والرفاق وفيما وقع للأخ نبيل بن عبد الله. نتألم حقيقة، وبكل أسف عندما ترفع تقارير تقول على أن المنطقة هي التي كانت المسؤولة، فهذا أسف كبير. كفانا. على أي حتى لا نطيل وندخل مباشرة في الكلمة، لأن ربما هم لا وقت لدى الإخوة الرفاق. ندخل مباشرة في الكلمة. سأفتح فقط مقطوفتين أو بين هلالين كلمتين سأوجهها للسادة المشاهدين والأحرى السادة الكرام. لا تنسوا على أننا لدينا معتقلين، وأنتم من كان لا أعرف ولا أدري من كان من وراءهم مسؤولية وراء التقرير. تحملوا مسؤوليتكم لله وللتاريخ على أننا لدينا معتقلين سياسيين قابعين في سجون إلى حدود هذه اللحظة لم يحاكم إلا لشيء بسيط على تهم جزاف. سأتوجه مباشرة الكلمة حتى لا نضيع الإخوة، وربما الإخوة بدأوا يتململون. رسالة مفتوحة إلى الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد نبيل بن عبد الله. تحية رفاقية. وبعد، السيد الأمين العام، إنه لمن دواعي المناشدة والإرضاء المشتركة نتوجه إليكم نحن تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بآسكربين مجموعة مخيم تيزيني بهذه الرسالة المفتوحة قصد التحرك العاجل والانخراط معها من خلال تحريك جهودكم وإمكانات حزبكم وقوات تنظيماته الموازية في سبيل إطلاق سراح أبنائه المعتقلين الفوبي. السيد الأمين العام، فعلى امتداد شهور عصيبة وفي ظروف قاسية جدا ظلت عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين تناظر دون أن يستجيب القدر لطلبها ولا الجهات التي تقف وراء اعتقال أبنائها لإنزال الحرية من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين الأبرياء الذين زج بهم ظلما وبهتانا في سجون إنسكان وإتعاب وإصلاحية أكادير. في إطار حملة اعتقالات عشوائية مسعورة شهدت تجاوزات خطيرة وفظيعة إثر الأحداث الدامية التي شهدتها كل من مدينة آسا وبالميم على التوالي بعد تفكيك مخيم تيزيني خلال شهر سبتمبر من السنة الماضية 2013. فعلى الرغم من تحركاتها النوعية في عدد من المحطات المحلية والجهوية وإطلاقها لمجموعة من النداءات والمناشدات والتحسيس بملابسات وخلفيات اعتقال أبنائها الحقيقية وزيف المحاضر القضائية وبطلان كل التهم الملفقة لهم فيها وطبيعة الظروف الاستثنائية المشيئة التي يكابدونها في وضع اعتقالهم الاحتياطي، خاصة وأن أغلبهم لا يزالون تلاميذ وطلاب. فإن الجهات المسؤولة عن فبركة سيناريوهات ملفاتهم والتي تسعى إلى تحويلهم إلى مجرمين لإدانتهم
جنائيا تأبى مراجعة هذه الملفات والتسريع في مسطرة التحقيق التي ألحل عليها المعتقلين بمحكمة الاستئناف بأكادير. كما ترفض التجاوب مع أي دعوة أو مناشدة من أجل إطلاق سراحهم. السيد الأمين العام، إن تنسيقية عائلات المعتقلين تدعوكم بهذه المناسبة إلى تكثيف جهودكم وفتح ملف هؤلاء المعتقلين مع الجهات التي ترون بمقدورها المساهمة في حله أو تقليل الصعاب والتجاوزات التي تلفه بما يضمن لهم براءتهم والثقة في العدالة ونزاهتها، والتي تظل مطلب كل القوى الديمقراطية والتقدم في هذه البلاد. وفي الختام تقبلوا منا موفور التقدير والاحترام. لدي ملاحظة بسيطة لو سمحتم أيها الإخوة الكرام فقط إلى السيد نبيل.